مساء الخير. هتكلم معاكم على ماتش الاهلي والترجي، ولسه يعني خلصان بقاله بتاع حوالي ربع ساعه ولا تلت ساعه. أه بصراحه يعني ندخل في الموضوع على طول كده، بس الاهم من اي حاجه يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان نقدر نكمل ونقدر يعني نعمل فيديوهات تاني اكتر من كده. فياريت دعما منكم لايكات وسبسكرايب. الاهلي اتعادل 0-0 مع الترجي النهارده، والماتش لسه خلصان اهو من شويه. بصراحه يعني الاهلي كان يقدر يكسب، يعني الاهلي لو ضغط شويه كان يكسب. معرفش ليه كولر كان حاطط في دماغه ان هو لا، يعني التعادل بالنسبه له مكسب. ماشي، التعادل حلو، بس 0-0 دي نتيجه صعبه جدا جدا جدا. الترجي لو خطف جون في القاهره هيبقى الامور اتصعبت جدا، فربنا يستر. واللعيبة لازم تفتكر ماتش 2000 تقريبا 2006 او 2007 لما تعادلنا مع النجم 0-0 وجي كسبنا في القاهرة 3-1. فيعني صحيح الماتش ده كان ليه ظروفه وعماد النحاس اتطرد وكده، بس ان شاء الله باذن الله ده مش هيحصل. نتكلم شوية عن الماتش. الترجي كان نازل خايف من الاهلي، يعني الترجي كان فعلا خايف من الاهلي. كان الاهلي يقدر يكسب النهارده لو ضغط شوية. كولر معرفش ايه حكمته في ان هو يعني مدرب عنيد ما بيغيرش غير عند الدقيقة 80. يعني مش فاهم. يا اخي امام عاشور تعبان، تعب خلاص من بدري، كنت تقدر تغيره من الدقيقة 70. معرفش ايه اللي بيخليك تستنى. حسين الشحات اكن الاهلي بيلعب ناقص واحد، بيلعب 10 من اول الشوط التاني. هو الشوط الاول ما ظهرش، والشوط التاني من حتى يا اخي عديله ربع ساعه تلت ساعه وغيره ونزل رضا سليم. مفيش ينزل رضا سليم برضو في الدقيقه حاجه و80. يعني مش فاهم انت اللعيبه دي ما بتغيرهاش ليه؟ يعني ليه مفيش تغيير للعيبه دي من بدري؟ اللعيبه اللي تعبت، امام عاشور ده تعب، حسين شحات تعبان اكنه مش موجود اساسا. ما تغير الناس دي، يعني مش فاهم مستني عليهم ليه. وما بيعملش غير تغييرين، يعني عنده 5 تغييرات بس هو ما بيعملش غير تغييرين: قفشه ورضا سليم. يا عم طب فين بقيه اللعيبه؟ يا عم نزل كهربا. وسام ابو علي النهارده كان ممتاز. وسام ابو علي يعني عامل ماتش حلو وبتحركاته حلوه، بس نزل كهربا ينشط لك الدنيا. مفيش، هو تغييرين وبعد الدقيقه 80. ليه معرفش، رغم ان اللعيبه تعبت وامام عاشور تعب ورضا سليم تعبان وسوري حسين شحات تعبان ومش موجود طول الماتش، ومع ذلك برضو متاخر في تغيير رضا سليم. طبعا علي معلول اتصاب. يا رب يلحق الماتش اللي جاي، يعني هنشوف اصابته كده بعد الماتش والدنيا هيتم فيها ايه. الترجي تقريبا ما عملش حاجه النهارده غير هي الكرة اللي في اول الماتش اللي كانت ضيعها رودريجو. الترجي خايف. الترجي كان الاهلي يقدر يكسب الماتش ده من بدري جدا 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 جدا، ولو ضغط كان يقدر يعني يسجل اهداف. طبعا الاهلي بالنسبه له 0-0، معرفش هي في دماغ كولر ان خلاص هو يطلع تعادل، يعني لو طلع تعادل حلو فخلاص هي تعادل حلو مش وحش، بس ما كناش عايزينها 0-0. تاني حاجه، كاردوسو مدرب الترجي كان واخد حذره جدا، كان نازل خايف من الاهلي جدا. اللعيبه تقريبا نفسيا متاثره بان الاهلي اخر كذا ماتش كسبهم، وكان بيكسبهم في رادس هناك. طبعا كل ده لازم نحطه في الاعتبار ان احنا ان شاء الله باذن الله الماتش الجاي كاننا بنبتدي ماتش تماما جديد ملوش علاقه. هو كده كده فعلا ده اللي هيتم. لازم الاهلي ياخد باله وكولر ياخد باله ان ما يدخلش فينا جون ونقدر نسجل من بدري، عشان دفاعهم يعني دفاعهم يخترق، يعني دفاعهم من العمق يخترق، لكن بالكرات الثابته صعب شويه بصراحه لان هم عندهم اطوال. فان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يعمل الماتش اللي هنا ان شاء الله يوم السبت الجاي في القاهره، ويقدر يعني ايه يكسب باذن الله. كان طارق دياب المحلل كان بيقول ان دي اسوأ نسخة للاهلي، والترجي احسن منه بكتير. يعني لو فرضنا ان هو الاهلي كان ما كانش حلو ومع ذلك ما قدرش الترجي يكسبه، يعني حتى الاهلي وهو مش حلو مفيش فريق في افريقيا يعرف يكسبه او عارف يكسبه. يعني باستثناء ان الناس تقول لك ايه، اصل سان داونز كسب الاهلي قبل كده. كسب وايه يعني؟ مش مشكله كسب. هو يعني الاهلي بقى له 21 ماتش ما خسرش في دوري ابطال افريقيا، فان شاء الله باذن الله يكمل السلسله دي وتبقى ال 22.
في الماتش اللي جاي. فحتى الاهلي هو وحش، الترجي مش عارف، يعني مش عارف يكسبه وعلى ارضه، والاهلي كان يقدر يخطف برضه. لكن ده مش معناه ان الترجي فريق قليل، لا الترجي فريق كبير ويقدر يلعب مع الاهلي، واللي هيهاجم في الماتش اللي جاي او هيلعب على الهجمه المرتده، فالاهلي لازم ياخد باله من الكلام ده كويس. ويا ريت كولر يعني يا ريت يستخدم تغييراته بدري. انا ما اعرفش ليه دايما بعد الدقيقه 80، بعد الدقيقه 80 85، وهم تغييرتين اللي بيعملهم رغم ان عنده خمسه وعنده بره احتياطي جامد جدا. ف يعني ربنا يسهلها كده وما يعاندش. يعني النهارده كان يقدر يغير حسين شحات من بدري، من الدقيقة مثلا 60 ولا 65، يغير امام عاشور من نفس التوقيت برضه، لان تعبوا. يعني حسين شحات ده مش موجود اساسا نهائي، معرفش انا ايه اللي مخليه في الملعب، معرفش. وامام تعب عند الدقيقة 65 كده، خلاص تعب بقى، مش قادر يجري والكرة بتقطع منه كتير، معرفش ليه ثابت عليه. واكرم توفيق لعيب راجل، بس لازم يعني يمسك نفسه شويه. الكوره لما بتتقطع، لما بيتضغط عليه بتتقطع، دي مشكله في نص ملعب الاهلي لازم يعالجها، سواء كان امام عاشور او اكرم توفيق. لما بتضغط عليهم، لما بيضغط عليهم الفريق المنافس بتقطع منهم الكوره. لكن النهارده محمد عبد المنعم كان كويس، ورامي ربيعه كان كويس بصراحه، اسامه ابو علي كان كويس، بيرستاو يعني في طبعا فرصة كان لو عرف يوقفها. انا معرفش يعني اساسيات الكورة، اللي هو الاستلام والتسلم، اللعيبة عندنا بتعرفش تعملها. يعني كان على الاقل بيرستاو لو وقفها صح كان جابها جون. وفي نفس الوقت محمد هاني بقى، محمد هاني ده الناشئ، محمد هاني اللي عنده 27 سنة 28 سنة ولسه بنقول عليه ناشئ، مفيش كورة بتتعمل بتطلع من رجله صح، ولا كرة طولية ولا اوفر بيتعمل صح، معرفش مش عارف. يعني لازم يعني محمد هاني 28 سنة خلاص، يعني انت عايز ايه تاني؟ لازم تركز في الحاجات دي. اوقات تعمل مطوشة حلوة جدا، واوقات تعمل مطوشة وحشة ومش عارف تباصي. فان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي يعني يبقى الاهلي يكسب، وان شاء الله باذن الله الاهلي احسن ويقدر يكسب، سواء كان النهارده او في الماتش اللي جاي. وناخد بالنا بس من الهجمات المرتده، وان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يكسب. بكره طبعا ماتش الزمالك تاني، بفكركم ان شاء الله باذن الله الزمالك باذن الله يفوز، ويقدر يفوز واحد واثنين وثلاثه. فريق نهضة بركان فريق مش قوي، الزمالك هنا احسن منه بالجمهور. وان شاء الله زي ما بنقول يبقى الاهلي والزمالك في كاس السوبر باذن الله، في في السعوديه باذن الله ان شاء الله. ما تنسوش تدعموني باللايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد في القناه يقدر ينزل. وسايب لكم اللينكات بتاعه الفيسبوك على تحت الرابط. وان شاء الله باذن الله باذن الله يبقى الفوز للاهلي والفوز للزمالك. وشكرا لكم.